الناس كلها صحت النهارده على خبر واحد بس، امام عاشور فين؟ مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، غياب امام عاشور وعدم سفره مع بعثة النادي الاهلي لمواجهة جانج افريكانز. واقع انا بالنسبة لي هي الاولى من نوعها، عمرها ربما ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي، عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي. امام عاشور مش موجود، اللعيبة كلها راحت المطار، الجهاز الفني، البعثة الادارية، كل الناس موجودة في المطار، كل الناس دورت على امام عاشور. امام عاشور مش موجود من الصبح لحد دلوقتي. كلام كتير جدا، ناس بتقول لك اصل هو جاله متحول جديد، ماشي. ناس تانية قالت لك امام عاشور تعبان وما عرفوش يوصلوا له وتليفوناته مقفوله، تمام. بس العنوان الاهم بالنسبه لي اللي اتقال ان امام عاشور عنده متحول جديد وتعبان يا عم حمزه وما جاش. ده اللي اتقال، امام عاشور تعبان وما جاش وعنده متحول جديد. يعني بص انا عدتها 10 مرات بالنسبه لي. يعني ايه؟ يعني ايه عنده متحول جديد فما جاش؟ ومش اللاعب المفروض بيخضع لكشف طبي، بيعمل فحوصات طبيه، الناس بتكلمه، عندك جهاز طبي بيكشف عليه، ده الطبيعي. لكن فكره ان اللاعب تعبان فما جاش دي غريبه بالنسبه لي. هقول لك بقى السبب الحقيقي ان امام عاشور ما سافرش مع النادي الاهلي ماتش يانج افريكانز. السبب الحقيقي هو ان حصلت مشكله الماتش اللي فات اهلي وادي دجله ما بين امام عاشور وما بين يستر بالمدير الفني للفريق، وامام عاشور اعترض على استبداله. امام عاشور زعلان، امام عاشور اعترض على استبداله من الماتش اللي فات، وامام عاشور زعلان. زميلي خالد الهواري في المصري اليوم اضاف نقطه مهمه جدا جدا وقال ايه؟ ان اساسا يستر بعد اللي عمله امام عاشور استبعده، والناس في النادي الاهلي حطوا اسمه في القايمه من امبارح على امل اقناع المدرب ان هو يسافر، ولكن المدرب تمسك بموقفه واستبعده. ده معناه ايه؟ زميلي خالد الهواري معناه المدرب هو اللي مستبعده، والناس في النادي الاهلي حطوا اسمه على امل انه يقنعوا المدرب. اللي انا بقوله لك والمعلومه اللي عندي بشكل عام ان دي المشكله اللي حصلت، ان امام عاشور اتضايق، حصلت مشكله اسمه ده، اعترض على استبداله، زعلان، واخد بالك. الخط بقى المدرب اللي استبعده ولا الولد اللي ما راحش المطار منه لنفسه؟ طب الاهلي لو هيستبعده ما كان ممكن الاهلي يقول امبارح مثلا يطلع اي سبب لاستبعاد امام عاشور، اي سبب، طالما هو متاكد مثلا 100% ان المدرب مش هياخده، بدل ما يبقى الموقف محرج ان انا اللي حطيت اسمه في القايمه وهو ما جاش. فاللي عمله امام عاشور غريب جدا. ايا كان حصلت مشكله بينك وبين المدرب ايا كان ايه، بس اللي عمله امام عاشور غلط ولا يصح، وعمره ما حصل في تاريخ النادي الاهلي. وعلى النادي الاهلي ان ياخد موقف حاسم وصارم، ومستني قرارات قويه جدا 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 ضد امام عاشور، ولابد من معاقبه امام عاشور من جانب النادي الاهلي واستبعاد امام عاشور. وهنستنى نشوف البيان اللي النادي الاهلي بيانه، هل اللعيب ما جاش ولا هل المدرب استبعده. لكن المعلومه الاكيده اللي انا بقولها لك ولا قصه تعب ولا قصه مرض، ربنا يشفي الناس كلها، قصه ان امام عاشور حصلت مشكله. دي النقطه الفيصليه، حصلت مشكله بينه وما بين يستر بالمدير الفني للفريق، وهي اللي عملت ده، وهي اللي ادت للمشكله اللي حصلت النهارده في النهايه بعدم سفر امام عاشور، اللي للاسف كل ما يتالق وكل ما يكسر الدنيا خطوه بيرجع بيها 100 خطوه لورا. امام عاشور لازم ينضج ولازم يتعامل وفق امكانياته ومهاراته.